السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في قناتكم موزود المغرب، قناة خاصة بكل ما يتعلق بالمغرب في الميدان الرياضي. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. فيديو غنجيبو لكم ملعب مولاي عبد الله، الملعب الكبير الذي أصبح تحفة عالمية. إذا قبل البداية وقبل الدخول إلى الفيديو نتمنى تدعموا القناة بالاشتراك وبالإعجاب وبارطاجيو هذا الفيديو ليصل إلى الجميع. إذا نبدأ على بركة الله. في قلب العاصمة الرباط ووسط تحضيرات المغرب الكبرى لاحتضان أضخم التظاهرات الكروية في إفريقيا والعالم، ينبعث من جديد ملعب مولاي عبد الله في حلة حديثة تجسد طموح وطن بأكمله. المشاهد الأخيرة لأرضية ملعب مولاي عبد الله تؤكد حجم الإنجاز: تركيب كامل للمقاعد، زرع العشب النهائي، وتجربة لأحدث أنظمة العرض البصري في الواجهات الجنوبية والشمالية. إذا لاحظوا هذه المعلمة الرياضية الكبيرة، ملعب مولاي عبد الله أصبح تحفة إفريقية عالمية. الكراسي اللون ديالهم أحمر يعني جذاب. نتمنى يكون هذا الملعب الخير على المنتخب المغربي. وهنا تقريبا غيكون نهائي كأس إفريقيا، إن شاء الله يفوز المغرب بكأس إفريقيا في هذه التحفة العالمية. إذا نخليكم مع هذه الصور ومع هذا الفيديو. الملعب الجديد ليس فقط واسعا ومهيبا، بل أيضا متكامل من الناحية التقنية. سقفا بانورامي فريد يغطي 3 مستويات من المدرجات، وهو الأول من نوعه في المغرب. مناطق VIP و VVIP بمعايير عالمية، إلى جانب 4 صالات ضيافة راقية ومرافق متكاملة للإعلاميين. مواقف سيارات تحت الأرض تتسع لأكثر من 5000 سيارة، ومخارج حديثة لضمان انسيابية التنقل. نظام صوتي متطور وشاشات LED عالية الدقة، وأرضية هجينة مطابقة لمعايير فيفا 2030. الملعب سيستضيف أهم مباريات كأس إفريقيا 2025: الافتتاح، ربع النهائي، نصف النهائي، والنهائي المنتظر. وسيكون كذلك مقرا دائما لمباريات المنتخب الوطني، ومحطة رئيسية ضمن استعدادات المغرب لكأس العالم 2030، حيث يرجح أن يقام على أرضيته نصف نهائي مونديالي. اليوم ملعب مولاي عبد الله ليس مجرد فضاء رياضي، بل هو رسالة مفتوحة إلى العالم: المغرب جاهز بثقة لمستقبل رياضي مزدهر. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس لمتابعة جديد الملاعب المغربية واستعدادات كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. اذا كما شفتوا الفيديو انتهى. الى عجبكم بحال هاد الفيديوهات نتمنى تقولوها لنا في التعليقات، دعموا القناه بلايك. نتمنى صادق يوصل هذا الفيديو للعديد من المغاربه. احنا دائما نجيب لكم الجديد. نتمنى تدعموا القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.